خسرت حياتي الاجتماعية. وضحيت بكثير ناس. ما كنتش عارف وين راح اوصل، يعني ما كنتش عارف البدايات. بقول كلنا طلعنا على الأفق. أنت كنت مش بس عم تحلم، أنت كنت عم تحلم وماشي خطوة خطوة. كليشة كنت شغال، كان عندي هدف واحد خلال من 3 سنين الماضيين، أحول كليشة من متجر عادي لبراند. أكيد كلنا وقعنا بمطب الفخ المهني، أنت وقعت في الفخ صح. المهني هذا. من 2020 لل 2022 ون مان شو. الإحساس بالوحدة أحياناً بيخلي الإنسان يركز مع نفسه، يركز في الشيء اللي عم بيعمله، وبعطيه الفرصة الحقيقية إنه يستغل هذا الشيء. هي بديش احكي انها توكسيك كانت العلاقة، بس يعني كان فيها كتير داونز، وانا كنت اهرب من الداونز على الشغل. كيفك حبيبي؟ طمنا عنك. امورك تمام؟ تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله، انت شو والله اخبارك؟ أهلا وسهلا. امورك تمام؟ هاي أخيراً صارت الفرصة اجتمعنا مع بعض. يعني اكيد كيف لما كان نهارك؟ انا نهاري منيح، شغل، هي ترويحتي من المحل. والله اه يعني يومك خلينا نقول فل. يعني من التسعة لحد ما جيت على التصوير، وبس نخلص التصوير راجع اكمل شغل على المكتب. والله وين هلا مكتبك؟ مكتبنا بشارع الكلية الأهلية، هو فرع، وعندنا فرع تاني بآيكون مول. هذا الجديد في ايكون مول. الجديد بآيكون مول، حلو. صحيح. على فكرة عم بشوفك قديش عم تطلع وبتتطور بهذا الموضوع. حابب أكتر بصراحة، عندي فضول أشوف اسمك. يعني أنا قبل أي شيء بدي أعرف اسمك، إيش سبب التسمية؟ قبل ما أحكي لك السبب، اسمي من أكثر الأشياء خليني أحكي جد ساعدتني بحياتي، لأنه أنا اسمي الغالي. الغالي بقل التعريف على الهوية. بس أنا بطلت أحكي للناس الغالي لأني مضطر أعيده 3 مرات عشان يستوعبوا الاسم. وأكثر سؤال سألته بحياتي هو مين سماك الغالي؟ فأنا حاولت أعمل ريسيرش، يعني أسأل أمي يما مين سماني، أو أسأل أبوي. بعدين أنا وصلت وأكيد حدا بيحبك. أكيد. وصلت لكونكلوجن بالآخر إنه أنا عندي 8 إخوة وأنا رقم 7، فعلى الأغلب إنه بس خلصت الأسامي واضطروا إنهم يخترعوا لهم اسم جديد، يعني هذا هو الموضوع. بصراحة الجزء من تميز الإنسان في وجوده في هاي الحياة اللي هو اسمه. صح. إذا كان اسمك حلو هذا بعطيك مجال إنه يكون عندك هاي الكاريزما الحلوة في أي مجال، في الدراسة، في الشغل، في بيئتك، حتى في البيت بين إخوتك. الاسم دايما أنا بالنسبة لي يعني بعطي نص الشخصية. طيب خليني أسألك سؤال حلو، شو اللي بيخلي الإنسان يتميز غير اسمه؟ اللي بيخليه متفرد بالإشي اللي عم بيعمله في حياته؟ إنه يخليه متفرد، أنا رأيي الشخصي برجع لطفولته وبرجع لماضيه، لأنه معظم الناس اللي ناجحة هي ناس مرت بأشياء بطفولتها. يعني ما كانتش الطفولة الوردية اللي الشاب اللي قاعد في البيت أو الطفل اللي قاعد في البيت اللي عم بيلعب بلاي ستيشن. كلنا مرقنا بهاي المرحلة. أكيد، بس إنه أنا برأيي الشخصي عم بشوف الناس اللي ناجحة هو ناس جد عانت بطفولتها ومرت بكثير أشياء خلتها كثير تحب تطلع من هذا القوقعة اللي هي كانت فيها بالطفولة. لأنه إحنا نتاج إحنا وإحنا صغار، يعني إحنا هلأ تحصيل، لا إحنا إيش كنا وإحنا صغار. هي كلها بأول عن آخر تحصيل حاصل. صح. إلا الناس اللي مرقت بتجارب منفردة. أقول لك شغلة، أنا أحيانا بتذكر كيف عشت طفولتي وكيف أنا هلأ، مرات بلاقي في اختلاف. يعني طفولتي تأسست كدراسة، بين ألعاب الطفولة، بين الأصدقاء، ضعنا كلنا بين هاي الذكريات الحلوة، ولكن صح. لما بتكبر بتتذكر زمان كيف كنت وكيف بلشت. احكي لنا عن بدايتك بالطريق، يعني بداية دراستك، بداية الوهلة الأولى اللي قررت إنك تكون الغالي اللي عليه هلأ، اللي راح نيجي كمان شوي نحكي عنه. شوف، عشان أكون صادق معك، احنا تربينا، مدام احنا 8 اخوة، تربينا في بيت اهلي الله يخلي لي اياهم يا رب، بأمنوا لنا افضل تعليم واكل ومسكن. اكثر من هيك كان عند قاعدة عند ابوي، انزل اشتغل. وهذا الحكي بلش معي من صف سادس. هذا بخلي الواحد هيك يتحمل مسؤولية. بتحمل مسؤولية، بس بوقتها شوي صعب. انت تيجي لواحد صف سادس سابع تحكي له انزل من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المغرب اشتغل عشان تاخذ 30 شيكل 20 شيكل باليوم، عشان تقعد تشتغل عطلة صيفية عشان بالاخر تجيب فيهم بسكليت. واو. فهاي الاشياء، بس هاي الاشياء هي اللي علمتني التجارة، هي اللي علمتني كيف اعرف ابيع وكيف اعرف اشتري. هو المبدأ. كيف صحيح. تجيب المصاري او كيف تصنع بداية. صحيح. وهذا الشغل على مدار السنين عمل معي بصف 11 وانا كان عمري 15 سنة. صار معي ديسك
وقعدت 3 اشهر انا ما كنت اقدر اتحرك من التخت حرفيا، يعني انا ما كنت قادر امشي حتى. أوف. وزي ما بيحكوها الضربه اللي ما بقتلك بتقويك. بس عن عمر صغير انت يعني. من الشغل يعني كنا ننزل بضاعة مع أهلي، كنا نشتغل ساعات طويلة، وجسم الإنسان هش بهذيك الفترة من الحياة. طبعا بالآخر انت عم بتأسس بنيتك الجسمية صحيح. والعقلية. طيب بس هاي بس هاي الشغلة أخذت قرار من وقتها، يا أكون يا ما أكون، لأنه أنا ما بقدر أكون شخص عادي يشتغل بساعات معينة، غير هيك ما راح أقدر أكمل حياتي. يعني بداية الرفض كانت عندك من انك تتقبل انك تكون حدا، مثلا كلنا بلشنا بهاي البدايات انك تشتغل عند حدا، او يكون في حدا مثلا آمر عليك او مسؤول عنك في الشغل. صح. انت حبيت انك تتفرد في حالك، تستقل في حالك، لانه الواحد بلا مؤاخذة شخصيته هيك. يعني مش بس مرات بتتكون مع الشغل، مرات في بيكون شرارة البداية من نوع الشخصية. صح. شو أكتر تحدي أنت مريت فيه في صقل شخصيتك، في صقل بداياتك؟ هلا بداياتي بعد ما انا خلصت مدرسه دخلت على هندسه، بلشت ادرس هندسه وبلشت ادرسها عن حب، يعني انا شغفي بالهندسه كان وقتها. بس لما صرت اوعى شوي صغيره، خلينا نحكي بسنه ثانيه وثالثه، صرت عم بشوف سوق العمل، وعم بفتح الاكسل. احنا هيك شوي المهندسين بنحب الارقام. طبعا. بس بعدين بحكي لك ليش المهندسين شايفين حالهم. بصراحه في منه. بتطلعوش على الانسان كانه انسان طبيعي، طلع عليه مشكله وحل. بتطلعوا على الامور في طريقه براكتيكال كثير عن الانسان المختلفين. زي المحاسب مثلا، بيقولوا دائما المحاسب بيشوف الناس ارقام. صراحة المهندسين في عندهم طريقة تفكير مختلفة. فكنت عم بشوف واقع البلد انه فعليا انا راح اتخرج كمهندس وراح اخذ مبلغ مش راح يكفيني ل10 الشهر. اوكي. فانا كنت واعي له، وكنت اوكي ليش ما اعمل اشي يجيب لي نفس هذا المبلغ على جنب. يعني هون كانت الفكرة واللي خلاني ابدا، انه انا بس اتخرج من الجامعة عمري 22 سنة راح اخذ راتب، بس هذا الراتب حرفيا مش راح يعيشني ل10 شهر ل15 شهر اذا انا ما بدي اركن على اهلي. حلو. فبلشت اونلاين ستور، يعني حرفيا مكتبي طابعه، والمخزن كان عباره عن تحت التخت، يعني ما بلشتش البدايه. وعشان تكون بالصوره يعني كل البراند اللي عملته بلش ب $600 بس فقط. $600. طب من وين جبت $600؟ من اهلي. يعني خلينا نقول هون، نيجي نقول انه الداعم الاول اهلي، بس وقتها لو رحت عند اهلي قلت لهم بدي $10,000 ما راح يعطوني. ولكن لما قلت لهم $600 وبرجع لكم اياهم كمان شهرين، وابوي عقليه تاجر، فيعني تمام خذ جرب $600، نجحت تمام، ما نجحتش في لك غيرهم. فلا يعني ما كان في محاوله ثانيه، ما كان في فرصه ثانيه. لا. كان الريسك هون، نحكي عن الخطوره، انك قديش انت اخذت الريسك على حالك وعلى اهلك، انك مثلا خسرتهم $600. هلا اول عن اخر رح ترجعهم. طب سؤال، رجعتهم ولا لا؟ لا. ليش؟ على فكرة لازم ترجعهم. بس لا، ما هو بعديها الشغل كبر وصار الحمد لله. الحمد لله. يعني كانت جبت اول اشي 100 شنطة، بتذكر الطلبية الثانية كانت 250 شنطة، الطلبية الثالثة كانت 800 شنطة. يعني بدايتك كانت بالشناتي، كانت شنطات ظهر، بس كانت فكرتهم غريبة. يعني هون بيجي الموضوع التفكير خارج الصندوق. انا ما رحت اشتريت برودكت منتج بنباع بالسوق. اوكي. كانت هدول الشنطات بنباعوا بدول عربية بس ما بنباعوا عندنا هون. فأنا كنت بدي شنطة منهم، يعني ما كنت بدي لسه أفتح البراند، بدي شنطة إلي. فحكيت مع براند موجود بدول شقيقة جنبنا، فبيحكي لي إنه صعب نوصل لك إياها وهيك. فأنا حكيت في إشي إلي هون، أوكي أنا بدي أعمل الشنطات بدي أبيعهم هون، مش إلي بس. هون ما استوردتهم أول شيء. الطباعة كانت برا، لأنه هذا النوع من الطباعة مش موجود عندنا، لكن التجميع كان كله في مدينة نابلس. كله كان هون. كل الاحترام. فبلشنا شوي شوي نصنع، ويعني كان تطور خفيف شوي شوي، وما كنتش عارف وين راح اوصل. يعني ما كنتش عارف البدايات. بس بتذكر انه كنت في المكتب في البيت، كان قدامي ورقة واحدة مكتوب عليها احلم. كل فكرة كبيرة كانت في البداية حلم. يعني اشعر بدني وانا عم بحكي هيك، وعم بتذكر هاي الورقة قبل 6 سنين وانا بس عم بطلع عليها ومش عارف وين راح اوصل. يعني انا ما كنت عارف اني راح اوصل هون، بس كنت عم بحلم. يعني عم بحلم اني والله عايش مستقل لحالي، عندي البراند تبعي وعم بتطلع. يعني هاي كانت، خلينا نقول كلنا طلعنا على افق، انت كنت مش بس عم تحلم،
انت كنت عم تحلم وماشي خطوة خطوة. ما تتخيل قديش هذا الاشي بيعني للشخص لما يتذكر زمان كيف بلش. انت بتحكي عم تحكي جمعت شنطة، طباعة في مكان، تطريز في مكان، بيع في مكان، في غرفتك. يعني الاشي بلش في غرفتك حرفيا يعني امي كانت تضلها تحكي لي شيل الاغراض، شيل الاغراض، عزل نظف اعمل سوي. والام دائما بتكون اكثر اشي مهووسة في نظافة البيت، صح. ترتيب الهد. بدي اسألك سؤال خطير شوي، وكل واحد بيجي على حاله بفترة من الفترات، الخسارة والتضحية، هدول الكلمتين ايش بيعنوا لك؟ وبدي اعرف ايش خسرت انت في حياتك عشان انت تعمل الاشي اللي انت عملته اليوم، اللي هو الغالي شاب كليشيه. خسرت حياتي الاجتماعية، وضحيت بكثير ناس، لأنه يا بشتغل يا بصير اجتماعي. الحياة الاجتماعية بتاكل من البني ادم يعني. الحياة الاجتماعية هي واجب برضو، يعني أنا مش مبسوط إني عم بحكي هيك، بس إنه عم بفضل الشغل وعم بفضل وقتي بالشغل على حياتي الاجتماعية. يعني بتيجوا في عبارة مرة قرأتها إنه أكثر الناس ناجحين هم أكثر الناس توحدا. وبالفعل لانهم يعني عم بيشوفوا الدنيا بس شغل، او عم بيشوفوا يعني بحكي لك يا دوبني حالي انا اروح اطلع على هذا العرس او على هاي العزومه، او فبتصفي انه بحس ضحيت في حياتي الاجتماعيه، خسرت كثير اصحاب، خسرت كثير علاقات لانه مش قادر اعطيها كومنتمنت. أثر على حالك بالخسارة. طب سؤال، هم كيف كانوا يطلعوا عليك؟ شو النظرة اللي كانوا أو الكلمتين اللي كانوا دائما يقول لك إياها؟ مثلا أنت بطلت تحكي معنا، أنت متغير، دائما مشغول، أنت متغير. كانوا يضلوا يقولوا أنت متغير، بس أنا مش متغير، أنا مشغول. مرات بقرأ دائما اقتباس بيطلع لي دائما لما بكون على الانستغرام أو على الفيسبوك، دائما بشوف عبارة إنه بداية النجاح لما يجي الأشخاص اللي في حياتك في الدائرة القريبة يقول لك أنت متغير علي. أحيانا هذا مش مقياس، ولكن انا هلا مثلا عم بصدق هاي العباره لانها صارت معك، عم بشوفها قدامي يعني. لانه فعليا انت بتبطل قادر انك تعطي عندها، كل انسان عنده طاقه محدوده طبعا. فاذا بدك تحط هاي الطاقه في البزنس وبالشغل وتدير كل هاي الدنيا، فانت حيبطل عندك طاقه تعطي للناس، وباخر النهار انت بتصير تلوم حالك، طب انا ليش لحالي؟ بتحس بالوحده. اكيد بحس بالوحده. اسمع، الاحساس بالوحده قاتل صراحه. اكيد بحس بالوحده، ولكن الاحساس بالوحده احيانا بيخلي الانسان يركز مع نفسه، يركز في الاشي اللي عم بيعمله، وبعطيه الفرصه الحقيقيه انه يستغل هذا الاشي. عشان هيك افضل فتره كانت في حياتي لما نقلت وعشت في البيت لحالي. حلو. لانه لما تعيش لحالك انت لاول مره بتخرج من منطقه الراحه تبعتك اللي هي البيت والاهل والعائله والدفى وكل شيء متوفر عندك، لحد ما انت بدك انت تدير امورك العائليه الشخصيه اللي في البيت، وبدك تدير شغلك. فهون انت بتبدا تخلق جواتك انسان جديد انضج واوعى من الانسان اللي كان قبل. حلو. عشان هيك انا دائما بحكي انه بحب الناس او الشباب والصبايا يجربوا يطلعوا يعيشوا لحالهم هيك فتره من الحياه. انا جربتها سنتين. رح يعطي. كيف كان شعور؟ بصراحه كل شيء زي ما بدي وزياده، لان انا بحب اكون لحالي نوعا ما. يعني في حياتي الشخصيه بطبيعتي انا بكتب، يعني بلشت وانا صغير كاتب، انا هلا بدرس اعلام صح، بس كانت بدايتي ككتابه بدك تامل، بدك هدوء، بدك راحه. فاخذت هاي الزاويه من حياتي اللي هي عشق الهدوء، قديش انا بحب عن جد الهدوء. فلما عشت سنتين لحالي وانتقلت اني رجعت عند اهلي بعد الدراسه، صفنت هيك. طب انا مش متعود على الاصوات، ما مستحيل، مش متعود حدا يصحي. لما بنزل على الويكندز عند اهلي بعد، يعني مستحيل اقعد اكثر من 12 ساعه 24 ساعه. مش انه ما بدي، كثير بحب اهلي. مش قادر، يعني رجعوني على بيتي، على الكومفورت زون تاعي، مع اني عايش لحالي بس خلص مرتاح. حلو، حبيت. طيب الهامك، كل انسان لما يبلش في اشي بيكون عنده مصدر الهام، اشي يخليه يبدع، اشي يخليه يبتكر. احكي لي عن هذا الالهام، احكي لي عن اسم، احكي لي عن تجربة، احكي لي عن تجربة سيئة ممكن في حياتك مريت فيها خلتك السؤال بوجه. شوف، هو اول اشي جد بدي احكي انه في كتير اشياء بتكون بتوفيق من الله ورضا الوالدين، لانه الله ما بعطي للواحد طاقة الا بيكون عارف انه هو قدها.
بس كلنا بتيجي علينا فترات احنا نتحفز من اشياء بتصير معنا، وخصوصا لما باجي احكي عن غالي هون بحكي عن غالي عمره 20 سنه 21 سنه، في مرحله الجامعه، في مرحله الاستكشاف، في كل هاي المراحل. لما كنت بهديك المرحله كان اكبر محفز لإلي وبنفس الوقت اكبر عائق لإلي هي كانت قصه حب. حلو. بلش الاكشن. اعطيني من الزاكي. لا، هي قصة حب كانت محفز كثير إلي، إنه أفكر خارج الصندوق، وإنه أتميز. بس يعني زي كل النهايات اللي إحنا بنعرفها هي باتت بالفشل أكيد. يعني أنت بتحكي قاعد تجربة الحب الأولى اللي باتت بالفشل، اللي كانت مصدر إلهامك إنك ممكن في مرحلة من المراحل يا حاولت تشغل حالك عنها أو تحول كانت هي أكبر مخدر لإلي. أوف. يعني هي طلعتك يعني عن روتين حياتك. لا، هي بديش احكي انها توكسيك كانت العلاقه، بس يعني كان فيها كتير داونز وانا كنت اهرب من الداونز على الشغل. مش تكون عم تسمع. لا. بنروح فيها بعدين. اسمع، كلنا في بحياتنا قصة حب خلتنا عملت لنا مصدر إلهام، وفي قصص حب عملت مصدر وجع ورجعتنا لورا. بس عشان تكون بالصورة باسم، بعد ما خلصت العلاقة ب6 أشهر حسيت حالي عصفور كنت بقفص، وانفتح الباب القفص وطرت، لأنه بعد هاي المرحلة غالي صار يكتشف حاله. لأنه كنت أنا متعلق أكثر من ما أني أنا كنت بحب، وهون بصفي الموضوع لما انت تكون في اشي متحكم فيك، وخصوصا باول مراحل عمرك بتحس حالك محدود. اصلا الواحد بيكون بينه وبين نفسه يعني قدراته في الحب ركيكه، مش ناضج صراحه، يعني نهائيا انك تتخذ قرار. لا مش ناضج. فانا حسيت حالي عصفور طيار بعديها، يعني اوف، يعني حسيت انه ايش فيه. وهديك بعد هديك المرحله صرت عم بحب حالي اكثر لاول مره، انه عم بحب حالي، عم بتقبل حالي، عم بتقبل مين انا، عم بفهم مين انا. لأنه أنا بالنسبة لي هلأ أهم إشي بالحياة لكل واحد، وهذا الإشي لا علمونا إياه لا بالمدارس ولا بالجامعات، كيف تحب حالك. كيف تحب حالك؟ تسألني؟ طيب كيف تحب حالك؟ يعني هذا سؤال كتير كبير. في ناس يعني عمرها فوق 30 وفوق 40 ما يعرفوا يجاوبوا، تمام؟ ولكن أنت قلت لي قديش عمرك؟ 26 سنة، مواليد 99. يعني أنت يعني بين هون وهون كنا. ما بتنحسب على 2000 وما بنحسب على التسعينات برضه. حلو. تعرف انه جيل ال90 بنشوفه او حاليا يعني نوعا ما يختلف عن جيل ال2000، بما انك انت جاي على الحافه. بدناش نقول حافه الهاويه، بلاش جيل 2000 يزعلوا منا. شو الفرق بين الجيلين، او كيف بتميز فيهم بمجال حياتك او بمجال شغلك، بما انك يعني الاودينس تاعي هو الجيل الصغير وانا يعني قادر اشوف اخوتي الكبار، فقادر اشوف كمان تفكيرهم. حلو. جيل ال90 تربى على انه ما في اشي موجود بين ايديه، يعني ما كان في انترنت، ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في هاي الكوميونيكيشنز اللي هو محدودية، كثير محدودية. اهداف بسيطة، يشتغل، يتزوج، يعني كان يعني لحد قبل 2000 كانت حياة أهلنا والناس الكبار بالعمر كانوا كلهم هيك. بحقبة الألفينات لما طلعت مرة واحدة الإنترنت وإحنا واعيين عليها، يعني الجوالات الجديدة، الإنترنت، الأغاني، اليوتيوب، كل هاي الأشياء خلقت جيل إنه كتير سهل يعرف أي معلومة ويتعلم أي إشي من البيت. الحصول على المعلومة بالنسبة لنا، أنا بالمناسبة يعني مواليد 96، تمام؟ بعتبر حالي من الجيل اللي ما داء هذا الرغد والهناء في طفولته، ولكن كتير يعني بكيف لما أتذكر طفولتي قديش كانت حلوة في الشارع وهيك. هلا بما أنك يعني من جيل ال90، هذا أكيد كان له فارق في حياتك، كيف صح. إنك تتصرف تاخد قرار، وكيف إنك أصلا تتعامل مع الجيل الثاني، بما أنك عم تحكي الأودينس تاعك من جيل 2000، تمام؟ قديش هذا أثر أو عكس على طريقة تفكيرك؟ يعني مثلا الأودينس تاعك جيل 2000 ممكن رجعك بالتفكير لورا، أو خلاك تفكر بالطريقة اللي هم عم بيفكروا فيها، وشوي تتخلى عن تفكير الجيل 90 اللي هو إحنا الجيل الكادح، الجيل اللي بتعب واللي بيحكي غير هيك. بصراحة بدي أزعله، أنا تعبت في حياتي وإنت تعبت في بداياتك، تمام؟ أنت هلأ عندك كليشيه بعمر 26، أنت عندك مشغل ويعتبر فرعك الأول،
ومكتبك، وعندك كليشيه اللي هو الفرع الثاني في ايكون مول، واللي هو بصراحه مكان حبيبي. جميل، الحمد لله. الوانه حلوه، وسعت. انت مش بس هلا قاعد بتشتغل في السينيور جاكيت، الخياطه التطريز. والشناتي وهي الشغلات، انت عندك مجات. انا بصراحه كتير مبسوط. يعني القدس، شو بدنا احلى من هيك. طلع انا بدي اسالك هيك سؤال، هلا في الوقت الحالي وين بتشوف كليشيه حاليا في الحاضر وفي المستقبل؟ عشان اكون صادق معك، كليشة كنت شغال، كان عندي هدف واحد خلال من 3 سنين الماضيين، احول كليشة من متجر عادي لبراند. وهون كلمة براند احنا الناس عنا فاهمينها غلط. وبصراحة احنا بنشوفها مسؤولية كبيرة كتير وإشي ضخم. صح، بس الناس فاهمينها غلط. يعني الناس بيفتح لك صفحة اونلاين بسميه براند. البراند انت بدك تأثر على جيل كامل. لما انت بتأثر على جيل كامل انت بتكون عملت براند. لما يشتري منك وهو عمره 18، ويشتري منك وهو عمره 22، ويشتري منك وهو 24، ويضل يشتري منك، لما بصير يرجع لك الايدنتيتي تبعت البراند، الالوان، حلو. البراندنج، الكيس، التفاصيل هاي الصغيرة، هذا هو البراند. والبراند عشان يحكي عن حاله براند بده اقل شيء من 5 ل 10 سنوات. هذا غير راس المال المستمر، المصاريف المستمرة اللي اكيد تحطها عليه. اكيد. فكلمه براند شيء كتير كبيره، بس الحمد لله اليوم كليشة واحده من افضل براندات التطريز في فلسطين. ما شاء الله. لان انا كنت واعي انه التطريز هو المستقبل في هذا المجال. فانا خاطرت وجبت اول ماكينه تطريز، حطيتها في كراج البيت. تعلمت الخياطه، تعلمت التطريز، تعلمت الرسم، تعلمت الصيانه. انت تعلمت كل كله. شيء. انا من 2020 لل 2022 ون مان شو. انا اللي حدا اللي بيطرز واللي بيخيط يا واللي إلهي. بيرد على الرسائل وبوصل طلبيات. كنت اشتغل 18 ساعه باليوم، يعني اروح على 4 الفجر، ابوي يكون رايح على صلاه الصبح. واو. انا ادخل انام، اصحى على 10 لتاني يوم 4 الفجر. لا عيد ميلادي ما كنتش احتفل فيه، يوم الجمعه ما كنتش اخذ عطله. كل هاي الاشياء كنت عم بشتغلها لحالي، بس كنت احكي بيني وبين حالي غالي رح توصل، خد على حالك. اخذتها حالك. اخذت حالي وخسرت وضحيت وعملت ووصلت للي انت وصلت عليه. طيب اكيد كنا وقعنا بمطب الفخ المهني، انت وقعت في الفخ. صح. المهني هذا، ايش بتحكي لشباب اليوم عشان ما يوقعوا بهذا الفخ المهني اللي هو فخ الوظيفة الثابتة او فخ الاستقرار الوظيفي والاستمرار بمراحل دراسية متتالية بدون التفكير في ريادة الأعمال أو في الاستقلال في الدراسة نوعا ما، أو في العمل في مجال الدراسة، بما أنه الكل قاعد يتجه على الوظيفة والاستقرار. برأيي الشخصي مرحلة الجامعة هي واحدة من أهم المراحل اللي لازم نركز عليها. هي 4 سنوات. في كثير ناس بدخلوا الجامعة وبيطلعوا منها معهم مش غير شهادة، وهدول شخصيا أنا صدقا بحزن عليهم. لأنه بهدول ال4 سنوات إذا أنت بلشت تطور وتستثمر بحالك. إحنا هلأ إذا كنا بنحكي وياك قبل شوي عن قديش سهل الواحد يدخل ويتعلم، عندك اليوتيوب وعندك مصادر تعلم كبيرة. بمرحلة الجامعة أنا بدي بسميها دائما هي مرحلة اللامسؤولية. لأنه شو مسؤوليتك؟ تدرس بس؟ يعني هاي خلينا نحكي بعد الجامعة بتبطل، يعني في كتير مسؤوليات أكبر منها. بهاي الفترة من حياتك إذا أنت استفدت وبلشت تتطور وبلشت تتعلم وتاخد دورات، راح تكون تطلع من الجامعة. بديش أحكي لك أنك تبدأ من الصفر، لا أنت بتبلش من 4. حلو. ساعتها أنت لما بتروح على شركة وبتزيد تعطيهم فاليو لهاي الشركة، راتبك مش راح يكون مجرد راتب بسيط. راح تحط حالك أنت تثبت تفرض حالك على الشركات اللي لو بدك تكون موظف مش راح يكون موظفك قليل، مش راح يكون راتبك قليل. راتبك قليل. هلا كل حدا فينا عنده شغف باتجاه معين. ممكن في ناس شغفهم يصير دكتور جامعة، في ناس شغفهم يصير فنان، في ناس شغفهم. إذا أنت بتلحق شغفك، مرة قرأتها بكتاب، أتوقع إنه الهواية بتضلها هواية لحد ما تصير تعمل لك مصدر دخل أكثر من الوظيفة. ممكن غير هيك هي اسمها هواية. حلو. على فكرة هذا موضوع كتير كبير ومهم. أكيد. إنه إحنا كيف نفرق بين القدرات وبين اللي هي خلينا نقول المهارات اليومية المكتسبة والموجودة الفطرية والهواية. أنا لما مثلا عندي هواية الكتابة، الطبيخ، الكذا، بس الإشي اللي في حياتي هلا أنا كنت بغني راب بصف سادس وسابع، وهاي لأول مرة بعترف فيها. بصف 8 اشتركت في أربس جوت تالنت. والله.
يعني انت بتغني راب؟ كنت بغني راب. كنت طب وليش وقفت؟ يعني صوتي مش حلو اكيد. بدنا نسمع اغنية راب. بدي اسمع اغنية راب. فانا كانت هوايه، بس بعدين اكتشفت انه يعني مش ما لهاش الفيوتشر اللي انا شايفه. طلع انت هلا انا شايفك في المستقبل الحلو الصح. تمام. انا بحب انك انت تكمل. وعدنا انك في حياتك ما توقف هذا الاشي اللي عم تعمله. ان شاء الله. عم تعمل نجاح، عم تلهم الشباب. وانا بقول لك عن جد، عم بسمع كتير ناس عم بيحكوا هذا الاشي. فيديوهاتك عم تعطي محاضرات هلا في جامعة النجاح. سمعت هذا الاشي مهم جدا، مش بس إلي، مش بس إلك، لإلنا كلنا. بدنا نحكي لكل الشباب اليوم كلمتين ثلاثة هيك من صمصوم قلبك. خلينا نختم هاي الحلقة الحلوة وبدي تعلم في راسهم عشان يحفظوها، لأنه إحنا في مرحلة خطيرة جدا على الشباب. حابب أحكي لهم احلم. كل فكرة كبيرة كانت بالبداية حلم، والطريق للحلم مليئة في المطبات والصعوبات والأيام اللي ما بتقدر فيها تكمل. بس صدقوني البقاء مش للأشطر ولا البقاء للأذكى، البقاء للي بيستمر. كل الاحترام حبيبي. شكرا لك كمان حبيبي. يسعدك يسعد روحك. شكرا.